السلام عليكم، صباح الخير. عاملين ايه؟ النهارده عندنا فلوج طويل جدا في الكليه من جيم ومذاكره وغيره، فيلا بينا نبدا. عشان يومنا طويل فلازم يبقى معانا مؤن تكفينا طول اليوم، فادي السندوتشات ولزوم الصحصحه ادي الشاي. هنا حطينا المؤن بتاعتنا هنا، وهنا حاجه المذاكره، فيلا بينا ننطلق. كده احنا جاهزين للنزول، يلا بينا نتحرك. ما تنساش تستغل اوقات الطريق بتاعتك والمواصلات بتاعتك في انك تقرا اذكار الصباح والمساء كل يوم. وهنا كنت دخلت الكلية عشان نبدأ أول سيكشن على حسب جدولنا، وهو سيكشن الأناتومي في قسم الأناتومي. وده نشاط الأناتومي اللي سلمناه، وأرجوكم محدش يتريق على الرسم. ودي بعض ماكتات الأناتومي اللي هتجيلنا في امتحان العملي. وتاني سيكشن معانا كان سيكشن الفسيولوجي اللي اتعلمنا فيه ازاي نقيس النبض عن طريق الراديال ارتري و3 فينجر ميثود. بعدين حضرت سيكشن الفارما. بعدين اتمشيت في القسم شوية واتفرجت على اللوح واليوفط اللي معروضة واللي مكتوب فيها حالات طبية كتير ومعلومات طبية مفيدة كتير برضو. بعدين رحت قسم الاستولوجي عشان اسلم النشاط، وارجوكم محدش يتريق، don't touch it's an art. ولسبب ما قررت ان انا اطلع السادس عشان احضر اخر سيكشن، وبعدين اغير رايي وما احضرش وانزل الادوار دي كلها تاني على رجلي. وكده يكون يومي خلص في الكلية. خلصت الكلية وصليت الظهر، دلوقتي نبدأ المذاكرة بتاعتنا. عندنا مادة اسمها ميديكال بروفيشناليزم، اختصارها MB، وعندنا امتحان يوم الخميس الجاي ان شاء الله، فهذاكرها دلوقتي وربنا يسهل بقى. أول محاضرة دون، تاني محاضرة خلصت، تالت محاضرة خلصت، المحاضرة الرابعة والأخيرة done. دلوقتي هنذاكر بقى شوية فارما مع دكتور المنشاوي. خلصنا الفارما. بعدين وصلنا الجيم عشان ناخد تمرينتنا الجميلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام،
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين. الجيم عموما من اهم الحاجات في حياتي، مؤثر في حياتي جامد، ما بستغناش عنه في اليوم عموما. بيخليني عندي طاقه حيويه كده. الحاجات المهمه في حياه الجيم او الرياضه عموما، سواء ولاد او بنات، اي حد المفروض يروح الجيم او يلعب رياضه عموما. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بعد ما روحت منتجت الفيديو الجميل ده، هينزل دلوقتي، واكيد لما الفلوج ده ينزل هيكون الفيديو ده نزل ان شاء الله، فلو ما اتفرجتش عليه روح اتفرج عليه. بعدين قرأت الورد اليومي من القرآن. بعدين قرأت شوية في كتاب جلسات نفسية لدكتور محمد إبراهيم. كده يكون يومي خلص الحمد لله. يوم طويل وشاق شفته فيه معايا كل حاجة، جيم ومذاكرة وكلية، كل الأنشطة اللي عملتها في اليوم تقريبا. وده يثبت إن طالب الطب مش بيذاكر بس في يومه. وأغلبية أيامي بيكون كده. ولو عجبكم الفلوج فاكتبولي في الكومنتات لو عايزين تاني. وبس كده، سلام.